هنتكلم ايه الفرق بين الاوزمبيك والوجوفي والمونجارو. الاوزمبيك والوجوفي الماده الفعاله اللي فيهم سيماجلوتايد، اما المونجارو الماده الفعاله اللي فيه تيرزباتايد، غير بعض. طب تعالوا نشوفهم هم عباره عن ايه. سيماجلوتايد هو GLP-1 ريسبتور اجونست. ايه GLP-1 ريسبتور اجونست ده؟ جلوكاجون لايك بيبتايد ريسبتور اجونست. يعني بيعمل ايه؟ بيخليني احسن استجابه الجسم للانسولين عن طريق زياده افرازه واستجابه المستقبلات بتاعته ليه. بيقلل افراز الهرمون اللي اسمه الجلوكاجون، وده اللي ضد الانسولين في جسمنا، من الهرمونات يعني اللي ضد الانسولين في جسمنا. ده غير ان هو بيعمل حاجه اسمها ديلي جاستريك ايميتنج. يعني ايه؟ يعني بيقلل ان المعده تفضل، وبالتالي بيزود الساتايتي سنسيشن او احساس حضرتك بالشبع، وبيقلل خالص ان انا اكون جعان او محتاج للاكل. وده السبب الرئيسي في ان انا بنستخدمه عشان ينزل الوزن وفي علاج السكر. ده السيماجلوتايد. اما التيرزباتايد بتاع المونجارو فهو فيه برضه GLP-1 ريسبتور اجونست ده، فهو بيشتغل نفس الاكشن ده، بلس ان في حاجه اسمها GIP جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بوليبيبتايد. يعني ده بيخليه يزود زياده الوزن ويقلل وزني اكتر. فالمتوقع لما اخد السيماجلوتايد ان انا انزل تقريبا 15% من الفات، اما في التيرزباتايد بنزل تقريبا 22%. يعني ده معناه ان المونجارو احسن؟ محدش قال كده. هي نظريا انا بستخدمه ليه؟ لو انا بري دايابيتك انسولين ريزيستنس دايابيتك يبقى السيماجلوتايد، لكن لو انا بفكر بس في نزول الوزن هيبقى يا اما التيرزباتايد يا اما الوجوفي، لان الوجوفي بيوصل معايا لحد 2.4. مفيش اي سبب طبي يخليني ما استخدموش، بس لازم تحت اشراف طبي دقيق. بالنسبه لزملاء المستقبل من صغار الاطباء اللي عايزين يشوفوا الموضوع ده بشكل احسن ويقروه بشكل اكتر ويتعرفوا على الميكانيزمز احسن، هسيب لحضراتكم الريفرنس بيبرز في الديسكريبشن بوكس. كل سنه وحضراتكم طيبين. فيوري كلينكس فيلز ماجيك.